في رمضان صوته هو اللي بيملى البيوت بالسكينة قبل الفطار. ايه سر الصوت ده؟ جزء من وجدان كل بيت مصري وعربي، وصل لكل مكان في العالم الإسلامي وتأثر في وجدان أمة كاملة. يعني لو دورت في وجدان الشعب المصري لازم هتلاقي جواه الشيخ النقشبندي. النهارده في حلقة جديدة من صوت مصر بنغوص جوه صوت الشيخ وسر الشيخ النقشبندي، مش بس الموهبة. كمل الفيديو للآخر وانت تعرف السر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في قرية دميرة محافظة الدهلية سنة 1920 اتولد سيد محمد النقشبندي. بس قصة سيد النقشبندي مش بتبدأ من هنا وبس، بتبدأ مع أبوه الشيخ محمد النقشبندي. أبوه كان شيخ الطريقة النقشبندية، ودي طريقة صوفية عريقة أصلها من تركيا ووسط آسيا، بتعتمد على الذكر والخلوة والتقرب من ربنا بصدق. يعني الشيخ سيد اتولد واتربى في بيت كله روحانيات، مش بيت عادي. من صغره أبوه كان بيعلمه القرآن والمديح والإنشاد، إزاي يكون الإنشاد وسيلة للتواصل مع ربنا، وإزاي الكلمة تطلع من القلب توصل للقلب. في سن ال5 سنين، ما طولش عليك وقول طول، ما تقول طول، العيلة اتنقلت لطهطة في سوهاج، وبعدين دشنا في قنا، وطبعا سوهاج بلد المواويل وبلد انا شخصيا. الرحلة دي في الصعيد الصوفي العميق خلته يتشرب اكتر من التراث الديني واللي كان متأصل في صعيد مصر. بص يا برو وركز في الحتة دي، الشيخ النقشبندي كان بيقول ان اهم درس اتعلمه من ابوه هو التأمل في معاني الكلمات، مش مجرد حفظها او ترددها، وازاي كل نفس في الانشاد لازم يكون فيه حضور قلبي. دي كانت فلسفته اللي بانت شخصيته الفنية والروحية، وفلسفتي انا كمان. وهنا بقى يا برو انا عاوزك تتعلم معايا الحته دي، انك تفكر في كل كلمه قبل ما تقولها، لانها بتاثر فيك قبل ما تاثر على الناس. هخرج بره سياق الفيديو، بس كل كلمه انت بتقولها فعلا بتاثر على عقلك اللاواعي، وبالتبعيه بتاثر على عقلك الواعي. فانتقي كلمات. صوت الشيخ النقشبندي ما كانش مجرد صوت جميل، طبقه صوته الفريده وقدرته على التنقل بين المقامات مع احساس بالخشوع بيطغى على كل نغمه. الناس في الصعيد بدات تعرفه وتطلب صوته في الموالد والاحتفالات الدينيه. في حكايات بتقول ان الشيخ النقشبندي كان بيقضي ساعات طويله في الخلوه بيتدرب على مقامات القران والانشاد، ومش بيعتمد بس على الموهبه الفطريه، كان بيعتبر الانشاد عباده والتحضير ليه عباده اكبر. كان عنده قدرة نادرة على التطريب، يعني يدخل المستمع في حالة من النشوة الروحية. عارفها انت النشوة دي مهما اتكلمنا عنها في الشيخ السيد النقشبندي ما بتتوصفش. أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب. سنة 1967 كانت نقطة التحول التاريخية في حياته. الإذاعي الكبير أحمد فراج صاحب برنامج كلمة وحكاية اللي كان شهير في وقتها سمعه في ليلة من ليالي المولد النبوي وانبهر بصوته زي ما انت بتنبهر بيه، ودعاه للإذاعة المصرية فورا. الإذاعة طبعا في الوقت ده كانت هي بوابة الصوت ده لملايين البيوت في مصر والعالم العربي. كتير ما يعرفوش ان الشيخ في الأول كان متردد انه يدخل الإذاعة، كان شايف ان الإنشاد لازم يكون خالص لوجه الله وخايف على نقاء رسالته، لكن لما حس ان ده هيوصل رسالته لجمهور اوسع وافق. وفي حكايه تانية بتقول ان بليغ حمدي، ايوه بليغ حمدي، سمعه قال الصوت ده لازم يتلحن. ده عبقريه، احنا اصلا المفروض نعمل حلقه مخصوص عن بليغ حمدي، عبقري. ودي كانت بدايه اسطوره تانية، مولاي اني ببابك، سامحوني نسمعها منه احسن. ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. الله الله على السلطنة. السبعينات شهدت ميلاد أعظم شراكة فنية روحانية في تاريخ الموسيقى العربية، لما عبقري التلحين بليغ حمدي قرر يسيب أم كلثوم وعبد الحليم ويشتغل مع الشيخ النقشبندي وبأمر من السادات. طبعا يا اخواتي دي كانت صدمة للبعض، ازاي بليغ حمدي العصري مع النقشبندي الصوفي؟ لكن النتيجة كانت إبداع خالد. لو ما تعرفش، بليغ حمدي ما كانش بيلحن ألحان جاهزة للشيخ، يعني اللحن كان بيطلع من روح النقشبندي نفسه. يا على العظمة. بليغ نفسه قال النقشبندي كان بيخليني ادخل في حاله روحانيه تخلي الالحان تنزل عليا من السماء، ومن هنا طلعت روائع زي صاحب الجمال واشرق النور اللي بقت جزء من وجدان كل بيت مصري وعربي. النقشبندي ما كانش مجرد منشد لمصر بس، صوته عدى الحدود ووصل لكل مكان في العالم الاسلامي، سافر لبلاد كتير زي سوريا وايران ودول الخليج، وكل مكان كان بيروحه صوت الاذان بصوته والابتهالات بتاعته بقت علامه مميزه للمحطات الاذاعيه والتلفزيونيه في رمضان. أيا من كلما نودي أجاب. يا على العظمه.
ياه. الغريبة ان النقشبندي رغم كل شهرته عمره ما طلب فلوس او جاه، كان دايما بيقول انا عبد الله وصوتي هدية منه ولازم استخدمه في مرضاته. كان زاهد ومبتعد عن الاضواء، وده اللي خلى صوته صادق وبيوصل للقلوب، حتى اللي مش بيفهم عربي كويس يقدر يحس بالخشوع اللي في صوته. في 14 فبراير 1976 صعدت الروح الطاهرة البارئة، رحل جسد سيد محمد النقشبندي، لكن صوته فضل عايش بينا، كأن ربنا أراد إن الصوت ده يبقى خالد عشان يذكرنا دايما بالإيمان والخشوع والسلام. وحفيده بيحكي إن قبلها بيوم كان بيقرأ القرآن في مسجد التلفزيون وأذن لصلاة الجمعة على الهواء، وبعد كده راح لأخوه في العباسية، طلب النقشبندي من أخوه من أمه سعد المواردي ورقة وقلم بسرعة، وكتب كام سطر ورجع له الورقة وقال له ما تقراهاش إلا ساعة اللزوم. بعد كده رجع لبيته في طنطا، وتاني يوم تعب وراح للدكتور في مستشفى في طنطا، ودخل للدكتور على رجله وقال له إن هو حاسس بتعب في صدره. صعدت الروح لبارئها، وتابع حفيده الحكاية. وبعد موته لما أخوه فتح الورقة لقاه موصي إنه يدفن في المقابر الخلواتية مع والدته في البساتين، إن ما يتعملوش عزا وإنهم يكتفوا بالعزا والنعي في الجرايد، ووصى برعاية زوجته وأطفاله. في جيل كامل يا برو من المصريين والعرب كبر على صوت النقشبندي في الإذاعة والتلفزيون. في رمضان صوته هو اللي بيملى البيوت بالسكينة قبل الفطار، وهو اللي بيصحينا على السحور بصوته الخاشع. النقشبندي ما كانش بس منشد، ده كان جزء ولا يزال من طقوسنا الرمضانية وجزء من هويتنا الروحانية. النقشبندي كان ولا يزال تاريخ الإنشاد، هو أيقونة للخشوع، نموذج للإخلاص، ومثال للصوت اللي بيقدر يوصل للروح من غير تكلف. صوته هيفضل دايما صوت مصر الحي اللي بيمس الوجدان وبيفكرنا إن في جمال روحاني أعظم من أي جمال مادي. في كل مرة بنسمع فيها مولاي كأن النقشبندي لسه معانا بيطبطب على قلوبنا ويوصلنا بربنا. رحمة الله على الشيخ النقشبندي. دلوقتي أقدر أقول لك شوف الحلقات اللي فاتت وتوقع هنتكلم عن مين الحلقة دي.